السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم. سوف أتحدث عن تفسير حلم كلب يركض خلفي ولم يعضني، وحلم كلب عض صديقي أو أخي أو عض أبي أو عض شخص آخر أعرفه. سوف أتحدث بصيغة المذكر ونفس التفسير للإناث، وإذا خصصت فهو لما خصصت له. رأيت في حلمك كلب يركض خلفك ولم يعضك، في الحلم تفسر على شخص سيء أو عدو لك ويحسدك، أنت غافل عنه وسيريد أذيتك ولكن لن ينجح، وكن حذرا في الواقع لأن هذا الحلم سيقع قريبا. ورأيت كلب عض شخص تعرفه، في الحلم تفسر أن هذا الشخص سوف يؤذيه عدو له أو حاسد له بكلام قبيح أو بفعل ما سيء. هنا نصل نهاية الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.